السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة هنتكلم بإذن الله عن الإحساس اللي دايما بتحسه لما تيجي تقرر تعمل أي حاجة معينة. تيجي تقرر مثلا تنزل جيم، تيجي تذاكر، تطبق سلوك معين، تعمل عادة. في إحساس دايما بتيجي يقولك لا أنا مش قادر، في كسل بتحسه، في قوة بتشدك لورا. لو انت بتحس الإحساس دوت بإذن الله اتفرج على الفيديو دوت، وإن شاء الله هيكون سبب في تغيير حياتك بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. طبعا مش هناخد من وقتكم كتير، ويلا نستمتع. فانا عايزك تعرف حاجة مهمة هنا. المخ وزنه لا يتعدى 2% من جسمك، لكن هو بيستهلك اكتر من 20% من طاقتك. ده معناه ان المخ دايما بيختار الطريق السهل. مثلا لما تيجي تذاكر او تيجي تقرر تروح جيم او تيجي تقرر تطبق عادة معينة في يومك، المخ بيترجم دوت كأنه استهلاك للطاقة، فبيديك اشارة بيقولك اقعد ووفر طاقتك. فهنا الكسل وضعف الطاقة والإرادة هنا مش عادة، لأ، هو مجرد استراتيجية بقاء على عادات انت عودتها له، على روتين انت عودت جسمك عليه. فلما تيجي تقرر تغير روتين معين، روتين يومك، بيحس ان هو في خطر جاي على المخ وجاي على الجسم، فبيقولك اقعد وما تعملش حاجة. تاني سبب معنا هنا من أسباب الضعف والكسل الدوبامين. والدوبامين هنا يعتبر عملة المخ، وهو مش مجرد هرمون السعادة، لكن هو الهرمون أو العملة اللي بتقرر إنك هتتحرك ولا تتجمد. بمعنى أنت معود مخك على الانستانت ريورد، المكافأة الفورية. إزاي؟ أنت بتقضي 4 5 ساعات فقط على التيك توك، بتاكل كمية سكريات رهيبة، فهو انت معود مخك على ايه؟ على المكافأة الفورية. فانت لما تيجي تقرر تعمل مجهود جيم او اي حاجة عشان توصل لنفس جرعة الدوبامين، هيرفضها، يقول لك لا، وفر طاقتك، انت معودني على المكافأة الفورية اللي هي ببلاش. صديقي الفاضل، انت عودت جسمك وعودت مخك عن الفاست دوبامين هيت، الجرعة الدوبامين السريعة، اللي هو السكريات والجيمز وتضييعك للوقت في الحاجات اللي ملهاش اي فايدة. لكن لما تيجي تقرر تذاكر ساعتين، تروح جيم ساعة، الجسم او المخ بيترجم دوت ايه؟ ان هو استثمار بطيء. يعني ايه استثمار بطيء؟ دوت مكافأة متأخرة. فهو طبعا هيعارضك. اوعى تفتكر انك اما تيجي تقرر تعمل الحوار دوت هتلاقيه سهل. مستحيل، مستحيل، لازم بالتدريج وخطوة كل يوم، لاني انت جسمك ادمن المكافأة السهلة، أدمن الكسل عن الإنجازات الكبيرة. للأسف الشديد إن المخ اتعود على الانستانت جراتيفيكيشن، الإشباع الفوري. تالت سر معانا هنا من الأسرار الكسل والضعف، الكيمياء الخفية. هرمون السيروتونين اللي جوه جسمك هو ناقل عصبي بيستقر بالمزاج، واي ضعف فيه بيؤدي الى كسل واحباط. فهنا هرمون السيروتونين بيعتبر المود ستابيلايزر، مثبت للمزاج. فطبعا مزاجك جاي من عاداتك، فاي تغيير في عاداتك بالتالي هيتغير مزاجك، فبالتالي هرمون السيروتونين هيقل، فبالتالي هيجيلك ضعف وكسل. تاني حاجة هنا في الكيمياء الخفية هرمون الكورتيزول، وهو هرمون الضغط العصبي، وان ارتفاعه لفترة طويلة ده بيسرق طاقتك. بمعنى ان كل ما هرمون الكورتيزول ارتفع طاقتك قلت، فهو بيعتبر ستريس هرمون التوتر. ثالث حاجة معايا هنا في الكيمياء الخفية الميتوكوندريا، وهي تعتبر مصانع الطاقة داخل الخلايا بتاعتك في جسمك، وأي ضعف فيها بسبب قلة الحركة والأكل السيء، مخك وجسمك هيبتدي يترجم دوت على إنه خمول وكسل. فالميتوكوندريا بتعتبر الباور هاوس اوف ذا كيل، بطارية الخلية. رابع سر معانا هنا من أسرار الكسل والضعف، فقدان العناصر اللي الموجودة جواك اللي ربنا خلقها. مثلا الحديد المسؤول عن نقل الأكسجين، فبالتالي أي نقص في الحديد يؤدي إلى كسل وضعف. الغدة الدرقية المسؤولة عن التنظيم الغذائي والمسؤولة عن وهي المنظمة للطاقة، وأي خلل في الغدة الدرقية يؤدي إلى بطء وكسل. مثلا الفيتامين اللي هي بتؤثر على الطاقة والمزاج، وأي نقص في الفيتامينات هيؤدي إلى كسل وضعف الجسم. فصديقي الفاضل، أنا عايزك تعرف طبيعة مخك بيتعامل إزاي، طبيعة مخك اللي بيحافظ على الطاقة، اللي بيحمي نفسه من الاستنزاف. عايزك تعرف إن الناقل العصبي اللي هو جسمك، اللي هو بيدور على المكافأة السريعة، طبيعته بيعمل ازاي، الكيمياء اللي بتجري جوه جسمك اللي هي النوافذ العصبية والهرمونات طبيعتها بتشتغل ازاي. وعايزك تعرف ان الكسل مش عدوك،
الكسل هو انعكاس لأفعالك وأعماقك. صديقي الفاضل، حضرتك لو فهمت فسيولوجية جسمك وطبيعة جسمك هتعرف ان الحل مش في جلد الذات، الحل انك تعيد برمجة نفسك. ازاي؟ اعادة شحن الميتوكوندريا، اعادة برمجة مخك على عادات تفيدك في حياتك، وتحاول تكسر دائرة الدوبامين اللي انت حطيت نفسك فيها، وتحاول تنظم يومك، وتحاول تنظم عقلك وحياتك. وساعتها تكتشف ان القوة اللي كانت بتسحبك لورا هي ممكن تبقى بمثابة الوقود اللي يحركك لقدام ويغير نظام حياتك كلها. وكده وصلنا لنهاية الحلقة. أسأل الله أن أكون فدتكم، وياريت يكون الفيديو ده سبب في تغيير حتى لو شخص واحد. أكون أنا سعيد وراضي الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.